أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بأهم العناوين. إحياء يوم الشهداء في أقاليم جنوب وشمال البحر الأحمر والقاشبركة. دعم أسر الشهداء في لوكو عنسبة. إصابة 5 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. الأطراف الليبية فشلت في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات. بينيت ولابيد يقدمان مشروع قانون لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة. ونقابة السكك الحديدية في بريطانيا تعلن بدء إضراب ضخم. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أحيا إقليما جنوب البحر الأحمر وشمال البحر الأحمر 20 من يونيو يوم الشهداء. وفي إطار إحياء يوم الشهداء دشن حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي وقائد القيادة الشرقية العميد أبراهام عندوم يوم 19 من يونيو حديقة الشهداء المقامة في مساحة أكثر من 360 متر مربع في مدينة عصب. وتم يوم 20 من يونيو وضع أكاليل الزهور في مقبرة الشهداء. كما قدم عمال المؤسسات الحكومية والمرافق الخدمية مبلغ 60,000 نقفة ل20 أسرة الشهيد. وفي إقليم شمال البحر الأحمر وضعت حاكمة الإقليم السيدة أسمرت أبرهة في مناسبة إحياء يوم الشهداء في 20 من يونيو أكليل زهور في مقبرة الشهداء بأم كلو. كما شهدت المناسبة إضاءة الشموع يوم 19 من يونيو في النصب التذكاري في طوالوت وتنظيم برنامج ثقافي وفني في النصب التذكاري في سالينا. وجرت في إقليم القاشبركة أنشطة نفير ومساعدة أسر الشهداء ومسيرات إلى المواقع التاريخية وحملة نظافة في مقابر الشهداء وإضاءة الشموع بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. ووضع حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حوري وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السفير محمود علي جبرة أكاليل الزهور في مقبرة الشهداء في مدينة بارونتو يوم 20 من يونيو. أحيا الإريتريون المقيمون في جوبا بجنوب السودان وكوبنهاغن الدنماركية يوم الشهداء في 19 من يونيو بتنظيم مختلف الأنشطة التي تعكس المناسبة. وأحيا الإريتريون في جوبا يوم الشهداء بمسيرة قادها الأطفال وفرقة المارشات الوطنية في جنوب السودان، حيث شارك في المناسبة عمدة المدينة ومسؤولون آخرون والسفراء والقائمون بأعمال سفارات إثيوبيا والسودان وكينيا ويوغندا ومصر وتنزانيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا والاتحاد الإفريقي. وشهدت المناسبة برامج فنية وخطب. وتم التعهد في المناسبة لكفالة 68 أسرة الشهيد وتقديم مبلغ 10,000 دولار هو ريع بيع كتاب لصالح تنمية صندوق أمانة الشهداء. وأكد المشاركون على المساهمة حسب القدرات لرعاية أسر الشهداء. أحيا إقليم عنسبة 20 من يونيو يوم الشهداء بإضاءة الشموع مساء يوم 19 من يونيو ومسيرة من مقر إدارة الإقليم إلى مقبرة الشهداء يوم 20 من يونيو وغرس شتول الأشجار. ونظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة زيارات للمواقع التاريخية شملت جبهة رورا منسع وحلحل وبسكديرة وقنفلوم ومسحليت وعلى برعد وشقالي وجوفة، وتنظيم مكتب وزارة الصحة معرضا للصور. وقامت مديريات الإقليم الجنوبي بأنشطة التشجير ورعاية الأشجار في مقابر الشهداء من 16 من يونيو وتقديم مساعدات مالية لأسر الشهداء مقدمة من مكاتب المؤسسات الحكومية والاتحاد الوطني للمرأة وإدارة الإقليم وإدارات الضواحي. ونظم قسم الثقافة والرياضة يوم 18 من يونيو برنامجا فنيا يعكس بطولات الشهداء. وتم يوم 20 من يونيو وضع أكاليل الزهور في مقبرة الشهداء في مندفرة. وتبرع عمال القطاع العام وطلاب مدرسة دمبكتو الفنية في مدينة قمحرة ب149 كيس من الدم بالمناسبة.
كما نظم برنامج فني في ساوا يوم 19 من يونيو يعكس مضمون الاستشهاد. وقال قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي جديه: تنفيذا لأمانة الشهداء فإن تأمين وطن أبي مزدهر مهاب من مسؤولية جميع المواطنين. قدم عمال القطاع العام في مديرية لوغو عنسبة 107,000 نقفة ل 215 أسرة شهيد يومي 18 و19 من يونيو بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية سيد برهان الزقاي في المناسبة أن الدعم قدم لأسر الشهداء المختارة من إدارات الضواحي ولجان القرى. من جانبه أوضح مدير مديرية لوغو عنسبة السيد أبراهام حقوس أن 20 من يونيو يوم تجديد العهد للتمسك بأمانة الشهداء، وأن الدعم مواصلة للمبادرات السنوية لإعانة أسر الشهداء. وأعربت الأسر عن فخرها باستشهاد أبنائها من أجل الاستقلال، شاكرة الدعم الحكومي والشعبي. في غضون ذلك قدم سكان ضاحية الليبان 15,500 نقفة ل 31 أسرة شهيد. من جهة أخرى قام سكان وعمال المؤسسات الحكومية في لوغو عنسبة يوم 18 من يونيو بمنفير في مقبرة الشهداء. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 5 مواطنين قادمين من علي قدر وقندع ومصوع بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مريض كورونا كان يتلقى الرعاية الصحية في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9,752، شفي منهم 9,668 وتوفي 103 مريض، فيما يتلقى 11 مريضا الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 21 من يونيو 2022. أفاد قسم المياه في الإقليم الجنوبي تأمين خدمات المياه في 72% من ريف الإقليم خلال سنوات الاستقلال. وأوضح مسؤول القسم السيد كبروم مسجنا وجود 56 مضخة للمياه تعمل بالدفع اليدوي في الإقليم بداية من الاستقلال، ولتحسين ذلك جرى استثمار كبير تم من خلاله إرساء مشاريع المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية والتيار الكهربائي والدفع اليدوي في 641 قرية. وذكر تقديم خدمات المياه بالأنابيب بنسبة 77% على مستوى الإقليم و23% بشاحنات الصهاريج، مشيرا إلى عدم إرساء مشاريع المياه في بعض القرى نتيجة التضاريس غير الملائمة وشح المياه الجوفية. وأوضح القيام بتدريبات لجان مياه القرى لضمان الاستخدام الجيد لمشاريع المياه الجديدة. هذا وتقدم خدمات المياه تقدم خدمات المياه في 190 قرية في الإقليم الجنوبي بالطاقة الشمسية، و74 قرية بمحركات الضخ، و75 قرية بالتيار الكهربائي، و302 قرية بالدفع اليدوي. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. في الأنباء العالمية، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الأطراف الليبية أخفقت في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، داعية إلى اجتماع جديد خلال 10 أيام لحسم النقاط الخلافية. واختتمت هذه الأطراف ممثلة في لجان مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اختتمت مباحثاتها المتعلقة بالمسار الدستوري في العاصمة المصرية التي بدأت منذ أسبوع، وكان يتوقع إعلان التوصل لاتفاق نهائي في الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات القاهرة. ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز رئاسة المجلسين للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز ما وصفته بالنقاط العالقة. وكان ينتظر من مباحثات القاهرة التوصل لتوافق حول الإطار الدستوري المنظم للانتخابات العامة، خاصة بعد الفشل في إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر الماضي بسبب الخلافات حول دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية آنذاك.
سيقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت ووزير الخارجية يائير لابيد من الائتلاف الحاكم في إسرائيل مشروع قانون لحل البرلمان، ما يستدعي بعد ذلك الدعوة إلى انتخابات مبكرة. في هذا الشأن قال المسؤولان في بيان: بعدما استنفذنا كل المحاولات لتحقيق الاستقرار على مستوى الائتلاف، قرر رئيس الوزراء نفتالي بنت ويائير لابيد طرح قانون لحل البرلمان في الكنيست في الأسبوع المقبل. وفي 16 من يونيو 2021 طوت إسرائيل صفحة حكم استمر 12 عاما من دون توقف للزعيم اليميني بنيامين نتنياهو بعد أزمة سياسية قادت إلى 4 انتخابات في أقل من سنتين. وأبرم بنيت ولابيد اتفاقا لتشكيل حكومة جمعتهما مع أحزاب أخرى، وذلك للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل. أعلنت نقابة السكك الحديدية والنقل البحري البريطانية الإضراب عن العمل من 21 وحتى 23 من يونيو في أضخم إضراب لعمال السكك الحديدية منذ عام 1989. وأجرى أعضاء النقابة في وقت سابق مفاوضات مع أصحاب العمل، وحاولوا فيها التأثير على سياسة الشركات التي تخطط لتسريح عدد معين من العمال، وكذلك خفض الأجور في مواجهة ارتفاع التضخم، لكنها لم تؤدي إلى نتيجة إيجابية لتقرر النقابة بعد ذلك إعلان الإضراب. وتتوقع مصادر مطلعة أن الاضطرابات في عمل السكة الحديد بسبب الاضطرابات ستستمر إلى 6 أيام، الأمر الذي سيؤثر على ملايين الأشخاص. وأشارت إلى أنه من المحتمل أيضا حدوث صعوبات في حركة المرور بسبب ضيق الوقت لاستعادة حركة السكك الحديدية بعد الإضراب. في النبأ الأخير، تمكن طفل سعودي يدعى وجدي من سماع الأصوات لأول مرة منذ ولادته بعد نجاح عملية زراعة قوقعة في أذنيه بمستشفى الملك خالد في نجران بالمملكة العربية السعودية. وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة الطفل، وقد بدت عليه علامات الفرح والسعادة حينما سمع صوت يد الطبيب لأول مرة وهو يصفق بجانبه ويداعبه. كما بين الفيديو محاولات شخص آخر بجانبه على ما يبدو أنه والده، وهو يحاول جذب انتباه الطفل من خلال التصفيق أيضا، فاستجاب له وبدت على وجهه علامات الفرح والتأثر بالأصوات التي يسمعها. مشاهدينا الكرام، نذكر بالعناوين قبل نهاية النشرة. إحياء يوم الشهداء في أقاليم جنوب وشمال البحر الأحمر والقاش بركة. دعم أسر الشهداء في لوغو عنصبة. إصابة 5 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. الأطراف الليبية فشلت في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات. بنت ولابيد سيقدمان مشروع قانون لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة. وأخيرا، نقابة السكك الحديدية في بريطانيا تعلن بدء إضراب ضخم. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.